استاذ منصور، ايفار باش، شيف باش. ايفار باش حبيبنا، شلونك؟ تسلم، زور سباس. حبيبي. اسعدتم اوقاتنا اعزائي المشاهدين مع هذه الحلقه والتي بعنوان ما اوضاع جبل الاكراد قسم اللاذقيه بعد سقوط او هروب نظام بشار الاسد، مع ضيفي الاستاذ منصور حسنو او منصور حسنو من قريه مزين في ريف اللاذقيه الشمالي. مرحبا بك ماموستا منصور. مرحبا بك واسعد الله مساءك ومساء الاخوه المستمعين والمشاهدين ان شاء الله. بس مشان ما يفكروا عم ندجل على العالم، انا مقيم في المانيا حاليا، مشان ما يفكرونا عم نزيف الوقائع وموجود في قلب جبل الاكراد في اللاذقيه. حتى لو كنت موجود هنيك كمان راح يزيفوا الوقائع. على كل حال نعم. انا سعيد باللقاء معك، وهذا ثاني نعم، لقاء لكن انا على علم بالتفاصيل لدرجه انه يعني بتجيني التسجيلات الصوتيه عما يحدث في هذا الجبل البائس المسكين، يا حرام. طيب يا ريت تحكي لنا بشكل عام الاوضاع في جبل الاكراد. بكرر قسم اللاذقيه ليش؟ لانه جبل الاكراد يمتد على 3 محافظات: لاذقيه، نعم طبعا. ادلب، حما. نحن لانك من اللاذقيه، من ريف نعم. اللاذقيه الشمالي، نحكي عن هالقسم. بس الوضع بعد هروب الاسد شو هو؟ نعم. هناك مقدمة لابد منها أخي علي، وهي أن جبل الأكراد كما قلت في الحلقة الماضية إذا تذكر، بعد الثورة شكل مأوى للهاربين من نظام الأسد وماكينته الأمنية في اللاذقية وجبلة وطرطوس، يعني الذي ثبت أنه مفيش أو مطلوب أو قام بالهروب إلى جبل الأكراد. وهناك تم إنشاء ربما يعني خلايا، فينا نسميها خلايا عسكرية من ضباط منشقين، شكلوا خلايا ثورية عسكرية. فهمت علي؟ نعم. وشكلت هذه الخلايا في البدايات يعني بشكل بسيط، ولكنها تطورت ونمت نتيجة الهروب الذي أتى على أثر ملاحقة الناس، ملاحقة المنشقين في اللاذقية وجبلة وطرطوس. فصار في ناس، يعني حتى في أنا ناس شفتهم حتى من حوران، كان في عساكر من درعا انشقوا عن جيش الأسد في البحرية أو فلجأوا على جبل أكراد، ناس بسيطين جنود يعني مجندين بسيطين فعلا. لما يعني شفت وضعهم وضع مساكين بصراحة. يعني اللي بدي أقوله أنه جبل الأكراد يعني شكل فعلا يعني نقطة تمرد كبيرة، وبقيت حتى قبيل سقوط النظام. تعرف في منطقة اسمها قبينة مشهورة، يعني هي طبعا بدعم تركي بصراحة. قبينة ظلت صامدة ليس نتيجة البقاء المهاجرين اللي من أصول تركمانية اللي اجوا على المنطقة، لا، لأنه صار في عندهم دعم لوجستي من قبل الأتراك، فظلت هاي المنطقة صامدة. ولكن بعد تدخل الطيران الروسي والبراميل ما عاد في انه حدا يتحمل، فاغلب الناس هربت من جبل الاكراد. طبعا انتبه، في 2011 2012 الناس اللي عرفوا انه جبل الاكراد دخل على الخط العسكري، صار امام الناس خيارين، ما عاد عندهم خيار ثاني. اما في ناس يعني ما راح اقول لك موالين، عيب انا ما عاد استعمل هذه المصطلحات، خائفين على انفسهم وما عندهم قدره يروحوا على تركيا يهربوا، وما عندهم بالاساس يعني علاقات مع المنشقين ومع انه اولادهم مطلوبين، لا، ما عندهم مشكله امنيه مع النظام السوري، فنزلوا على وين؟ باتجاه وين؟ اللاذقيه. فهمت علي؟ عم تسمعني؟ عم اسمعك. ايوه. اذا في قسم فينا نقول عنه 30% من جبل الأكراد ما عنده هالمشكلة الأمنية الكبيرة مع النظام السوري وماكيناته والمخابرات، فنزلوا باتجاه اللاذقي. القسم الأعظم في منهم بقوا بشكل عم بيقاوم، يعني راح نقول
بشكل مقاوم للنظام ولماكينته العسكري وللجيش، وفي قسم لا بده يعني يعيش، فهربوا باتجاه الحدود التركية، وفي منهم استوطنوا. نقطة التمركز الرئيسية لأهل جبل الأكراد كانت في مخيم كلس أو في هاتاي، يعني إقليم هاتاي التركي المعروف، فهمت علي؟ أو أنطاكي، ومنهم أهلي يعني، لأنه باعتبار عندي أخ ضابط منشق الله يحميه ويطول بعمره. فالعيلة قالت إذا ضلينا باللاذقية بجوز ناكله، وأنا إلي وضع صوفتي بالأساس، أنا انسجنت كمان مع الثورة، فخافوا أهلي كمان، حملوا حالهم وراحوا، بس راحوا إيمت يعني بعد الهجوم المغولي الخطير اتجاه جبل أكراد والطيران الروسي والبراميل هذا وضع جبل. إذن جبل الأكراد فعليا لا يوجد بيت صالح للسكن. عرفت شو بدي أقول لك هلأ الفكرة؟ تمام. يعني تم تسوية الجبل بالأرض، يعني حتى الجبل أنا برأيي فيه يعني صخور كبيرة نتيجة الغارات والقصف العشوائي، يعني صار في زلزلة يعني لليد البشرية يد فيها نتيجة القصف الشديد، الطائرات، الصواريخ العشوائية، في صواريخ أيضا، صواريخ كبيرة أيضا باتجاه جبل أكراد. فهذا الأمر شو صار؟ لا يوجد بيت صالح في جبل الكرد في اللاذقية، سواء كان بيت مسيحي، بيت مرجدي، بيت كردي، بيت علوي، ما في جبل الأكراد لا يوجد بيت صالح للسكن، بل لا يوجد قنجيجات. بتعرف القنجيجات بيعملوه هيك على بزاوية البيت مشان بس الجيجات يكونوا آمنين فيه، أو اسطبل، أو فينك تسميه اسطبل. تعرف شو يعني اسطبل؟ مكان للبهائم أو للبقرات، أو يعني حتى الاسطبلات تم هدمها وتعفيشها، ما بقي شيء خالص. جبل أكراد تعرض لشيء رهيب، ومع ذلك المفاجأ يعني بعد ترحيل، أصر على كلمة ترحيل وليس رحيل، بعد ترحيل بشار الأسد من دمشق وسيطرة الجولاني ورفاقه، خلينا نكون هيك تعبير مهذب يعني، بعد سيطرة الجولاني ورفاقه على الحكم في سوريا، كان متوقع أنه جبل الأكراد يحظى بشيء من الاهتمام، بشيء من الرعاية. يعني أنا أعجب أنه ما بيخجل حاله وزير في هذه الحكومة يقول الناس نطالب الناس بالعودة من تركيا. وين بدها ترجع الناس؟ يعني واحد لازم يكون منطقي. يعني أخي علي بدي أحكي كلمة خطيرة جدا، أنه هاي حكومة شلف الحكي شلف. يعني شلف الحكي شلف، ما في أسهل منه. هل تعلم أنه وزير حطوه هذا مدير هيئة الطيران السوري لما قال بدي أعمل مليون وظيفة في هيئة الطيران السوري، يعني اللي بدهم يشتغلوا في خدمة الطيران في مطارات حلب والقامشلو واللاذقية وحمص ودمشق. بتعرف عم يعملوا مطارات هلا على الذكاء الاصطناعي، في مطارات كثير هلا جميلة بسوريا. مليون تأمين فرصة عمل يا رجل. بألمانيا اللي هي ضعف مساحة سوريا تماما، ما يوجد فقط عبارة عن 250 عامل وموظف، لك هدول عم يشلفوا الحكي شلف. الولايات المتحدة، الولايات المتحدة إذا معناته أنتم تفتقدون للخبرة. الواحد لما بيشلف الحكي شلف هذا بصير بخوف للي بيفهم بالسياسة. اللي بيفهم بالسياسة لما أنت بتسمع واحد عم يشلف الحكي شلف، معناته هذا صار بخوف. فهم علي؟ هذا ممكن يورطك، هذا ممكن يوقع اتفاقيات مع دول ما بيعرف شو عم يوقع. فهمت علي الخطورة وين؟ طيب انت حكيت جمله تفضل. ضلت بعد. انت قلت يعني انا توقعت انه بعد ترحيل الاسد ومجيء هالجماعه هاي انه يهتموا بالجبل. ليش توقع بالذات الجبل؟ لانه على اساس انه اجوا من خلفيه ثوريه. فهمت علي؟ يعني هن من خلفيه ثوريه وجابوا جماعتهم. من جماعتهم؟ هن اللي كانوا مع النصره ومع الهيئه، صح ولا لا؟ طيب جبل الاكراد كان ايضا نقطه منتفضه ثوريه وعسكريه ومقاومه لنظام الاسد. فالمفروض يعني يكونوا شوي، اذا ما راح نقول متضامنين مع الناس المدنيين، تضامنوا مع الناس اللي ماتوا، اللي استشهدوا في جبل الاكراد.
صح. هناك ما يزيد عن 200 إلى 300 شهيد في جبل الأكراد. هدول بصراحة بدي أحكيها بالمشرمح، يعني هدول اللي حملوا سلاح. فهمت علي الموضوع؟ أنا ما عم بحكي عن المدنيين اللي ماتوا بالقصف والهديك، يعني حتى وفق مبادئ هذه السلطة، في ناس حملوا سلاح وماتوا في سبيل القضية اللي على أساس هي القضية تبعتكم. طيب لا بيوت ولا شيء ولا خدمات. الآن مشاهد من جبل الأكراد اللي عم تشوفها عبارة عن تركس بسيط. على أيام النظام كان هذا التركس يستعملوه لحفر هيك ممرات عبارة عن كبل أو كذا، يعني شيء بخجل. بعدين عم يعتمدوا على شيء اسمه المجتمع المدني. المجتمع المدني ما بيعمر بلد يا أخي علي. نحن في أزمة نقص خبرة في سوريا. يعني أنت المجتمع المدني هذا بيساعد الدولة كتير طبعا، مثل ألمانيا مثل فرنسا في مجتمع مدني، بتركيا في مجتمع مدني. بس لما بتكون الدولة على الخراب أو ما في دولة، المجتمع المدني عبارة عن خدعة لتعمير سوريا. المجتمع المدني مستحيل يعمر دولة. الدولة هي اللي بدها تعمر. صح. المجتمع المدني شغلته يردف هذه الدولة. أما يصير في سوريا الشيء اللي عم بيصير الآن في سوريا، عكس. أن الذي يريد أن يقدم نفسه على أنه هو اللي بده يعمر سوريا المجتمع المدني. مثل اليوم في حمص، ما بعرف إذا شفت اليوم في حمص عاملين احتفالية براعي هادي العبد الله، عم ينقلها على الإعلام المباشر. جمعوا ما بعرف كم مليون دولار من أجل إعمار حمص. لك هاي كارثة. لك هذا ما في شيء، هذا ما شيء بفرح. اللي بيفهم بالسياسة هذا ما شيء بفرح. انه انتم عم تعملوا تبرعات من اجل اعمار حمص، هذا ما بيصير. شو مهمة الدولة معناتها؟ شو مهمة الدولة؟ مهمتها انك البلد تهجم على السويدة وعلى الساحل، تقتل الناس، تقتل المدنيين. مهمتها ما بنعرف شو مهمتها. هلا انا بصراحة خليني انا اكون واضح، انا اشكك في نوايا هذه الدولة. انا اشكك في نواياها، لانه حتى لو من منطلق انه هن بدهم يضبطوا البلد ويعملوها، ما بيتصرفوا هيك. يعني انت بدك الساحل يكون معك، جيب كم واحد فهمان. والله في كل واحد فهمان بالساحل بحط 1000 واحد بهدول بجيبته الصغيرة. انت لا جبت الخلفيات المؤمنة بالايديولوجية تبعيتها. ليش؟ معناتها عندك اسرار. انت ما بدك حدا غريب يدخل ويشوف، لا خليك واضح. يعني فهمت علي؟ بطرطوس يعني حطيته محافظ اللاذقيه منكم، ما عندنا مشكله. ما من اللاذقيه ما في مشكله. مانو يعني مسلم عادي متفقين، ما مشكله. بس طرطوس حطوه محافظ علوي، يعني مثلا من اصول علوي، يكون فهمان. فهمت علي الموضوع؟ في اكثر من حركه لا تبشر بالخير. ادلب على سبيل المثال، يعني ادلب هذا غسان عبود المسكين قد اجى على دمشق وغازل الحكومه. قالوا لك يعني لانه حابب هو يكون له جاه بسوريا، واضح بصراحه. هذا يعني المفروض لو الشرع عنده نيه لاصلاح سوريا كان قال له يا غسان عبود روح على ادلب زبط لي اياها. انت رجل اعمال، بزبطها لادلب ولا لا؟ انت شو رايك؟ رجل اعمال. رجل أعمال لديه القدرة، لديه العلاقات، عنده عالم بالإمارات، عنده كذا. إذا ما حطوا، إذا هن حتى ما في نية على أنه يضبطوا البلد. أنا هذا الشيء اللي شايفه، ما في نية أنه يعمروا. تاركين العالم يتبرعوا ويجيبوا لي كم ليرة من هون وشي بالدوزر من هون. أنا على سبيل المثال لي قريب بيته مدمر وأرضه وكذا، فحكى مع صاحب تركس في سلمى منشان يزبط له الارض والبيت، يعني يشيلوا الردم والركام. فهمت علي؟ فهذه قصه بسيطه بتعبر لك عن الوضع الكارثي في جبل الاكراد. فصاحب هذا التراكس قال له اوه لعيونك بيجي لعندك، بدي تعطيني اول شيء مصروف الجاي $100 ومصروف الرجعه $100. هذول اول شيء، يعني بده حق المازوتات اول شيء، بده 100 اجار الطريق من سلمى لمزين و$100 اجار الرجعه. قال له على الساعة بدي $50. فكان جواب هذا القريب لي الله ريت وعمرها ما تتعمر، إن شاء الله تتشيع الضيعة والبيت والأرض ولا عاد بدي أرجع الضيعة، الله يبارك لكم فيها. فهمت علي؟ إذا مين رح يعمر؟ رح يعمر عبارة عن طبقة جديدة، السلطة عم تنشأ جديدة، طبقة من الفاسدين ممكن بكرة يشتروا هذا محل هيك استراتيجي، يعملوا اوتيل، يعملوا كذا. أما الطبقة الفقيرة رح تبقى مسحوقة، لأنه عم تعتمد على
الخراج الأهلي، وهذا شيء سيء، هذا ما بيعطيك مؤشرات على أنه في روح دولة. بعدين الدولة خلي تكون صريحة، تقول نحن عندنا ميزانية تعبانة، راحت المصاري، بشار الأسد سرق، نحن عندنا عجز، عندنا كذا. يعني بمعنى في شغله بدي اقول لك عليها ايضا، انا برايي تشكك في نوايا هذه الدوله، وما راح بين قوسين دوله. انا برايي اكثر الدول مصداقيه في انه يحبوا انه سوريا تصير هن الاوروبيين. فهمت علي؟ هل رايت مسؤول سوري يعلن على الهواء مباشره نطلب من الاتحاد الاوروبي سلسلة أو مئات من الناقلات الثقيلة والمجنزرات من أجل إعادة الإعمار؟ والله العظيم الاتحاد الأوروبي لا يبعث لهم إياهم، ما طلبوا. ليش؟ لأنه ما بدهم شيء يصير إلا عن طريق البزنس وعن طريق شكل يعني ما يشبه عمل العصابات، لأنه تعودوا من إدلب على شكل عمل العصابات. فهمت علي؟ عبارة عن أتاوات، فلان استلم لي باب الهوى، شو بيجيني خرجي منه اللي حصة. عمل عصابي. أنا أقول ولست متحابل ومتأكد، والله يجعل يعني كلامي غلط، أنا أقول أن هذه السلطة تشتغل وفق مبدأ العمل العصابة. أبدا، أنا هي وجهة نظري. إذا عندك رأي ثاني ما عندي مشكلة. الآن أكيد. جبل الأكراد 120 ألف واحد حابين يرجعوا على بيوتهم، كل شوي بيبعتوا لي كرتونة علبة سردين، يا عالم تعالوا استلموا علبة سردين، يا عالم تعالوا اليوم تبرع. لك شو هاي دولة؟ هاي دولة؟ ما في شيء. هلا اليوم الله بعث الحريق، بتقول كأني إشارات كمان إسا مشان الغضب يزداد. يعني كان في كم زيتوني كم شجرة تفاح بجبل الأكراد، النار عم تاخذهم كمان، ما ضل شيء، خالصين. جبل الأكراد حاليا الآن خالصين، لا بشر ولا شجر ولا حجر. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي عيلة، في كم عيلة اللي عم يرجعوا عم يقعدوا بالكهوف، يعني في كهوف جبلية من ايام الرومان او من ايام اليونان، ما بعرف، انا اشك انه كان في يونان عندنا من زمان. جاء عندي دلائل يعني انثروبولوجيه على انه جبل الاكراد كان مسكون في مرحله من المراحل من اليونان. ايه نعم. فيعني للاسف الشديد هذا الواقع واقع مأساوي وكارثي يعني. طيب ما دام انه ما في بيت نعم. سليم، القرى مدمرة، نعم. إذا ما في عودة كمان. من فترة حكيت مع أحد أخوتنا بالجبل، اتصلت فيه طريق الواتساب، وضعك قال أنا راجع وكم بلوكة راح هيك عمرها، السقف راح يعملها بالخشب المتوفر طبعا. بالنسبة للمي قال ما في مي، ولكن في جدول، كل مرة بدي يروح جيب من الجدول مي. يعني وضع مأساوي جدا. إذا ما في بشر، بما أنه ما ضل حجر على حجر، ما في بشر كمان، الأوضاع أكثر من سيئة. هلا الكردي بحب ارضه، الكردي يعشق الارض، وفي طبقة من الشعب الكردي في جبل كرد اللاذقي بصراحة ما بيحبوا المدينة. خليني أكون صريح معك، ما بيحبوا المدينة ولا بيحبوا يسكنوا المدينة، يعني سواء اللاذقي ولا حلب، طبيعتهم ما بعرف ليش. في ناس هيك الله خلقها، يعني الكردية ما مشيانة بدمها، بحبوا الجبال. فهمت علي؟ هدول في منهم عم يرجعوا وعم بيصلحوا. فهمت علي؟ بس هذا الأمر إذا بقي على نفس المنوال، شيء غير جيد، شيء غير إنساني، لأنه رح تصير مشاكل بكرة في جبل الأكراد عنا. لأنه أنت بتعرف، أنت بالأساس عنا في الجبل يعني حتى المشاكل اللي كانت تصير أيام النظام أو ما قبل النظام، كان في عرف. العرف هو يتعلق في إدارة المياه، إدارة العين، دور المي. اليوم دور بيت حسنو، بكرة دور بيت بقداش، بكرة دور بيت بريمو، بكرة دور بيت حسو، بيت حجيكو، بيت عليكو. فهمت علي؟ دور المي. هلا الامور تغيرت، امزجه الناس تغيرت. فهمت علي؟ ممكن يطلع واحد على الضيعه يقول له انت كنت شبيح، انت كنت باللاذقيه وانا بتركيا بالخيم، جاي بدك تاخذ لي المي. فبده يصير مشاكل، هذا الشيء اللي خايف منه انا. وبده يصير صدامات، وبده يصير بجوز، نسال الله انه ما يصير، يعني ما يصير جرائم قتل، بس انا بظن بده يصير قتل، بده يصير دم. ليش؟ لانه ما في دوله. فهمت طيب. علي وين النقطه؟ إيه هاي، للأسف الواحد ما بعرف شو بده يحكي يعني.
إيه. ما دام الاوضاع هيك. إذا يعني ما لو بيخجلوا حالهم لك لك والله عيب، والله عيب، اقسم بالله انا ما بعرف يا جماعه، والله نحن بنحب الاسلام، ما ضد الاسلام، بس يعني لك شو معناته انه بدك تطلع ترمم لي المسجد اول شيء؟ لك اول شيء طولوا بالكم يا عالم، ايه لو يعني لو تعمل انت ترمم بناء كبير تقول للعالم مشان تقعد عليه تامن حالها، يعني الشيء الديني صار عم يتقدم على الشيء الانساني. طيب يرمموا الجامع، وين المصلين؟ يقول لك يا رجل يعني ما حدا ضد الدين، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني الصلاه فينك تصلي بالارض، ما مجبور انت تروح على تعمل لي جامع وتعمل لي وترمم وتحط لي مصاري عن طريق المتبرع فلان وفلان وعلان. فهمت علي؟ اللي بدي اقول لك عليه يعني ما في عقليه الدوله هاي مستحيله. بعدين حكي فاضي، عقليه الدوله ما بتجي بالكلام، عقليه الدوله بدها حزب سياسي، بدها ناس فهمانين العالم وين صار، كيف بدنا نمشي، كيف الاداره. الغلط الكبير انا برايي يعني البيروقراطيه الاداريه اللي عملها حافظ الاسد، او اللي اجتنا من وراء الفرنسيين كتر خيرهم، الله لا يسامحهم لانه طلعوا الفرنسيين. لو ضلوا بس هسه 20 سنه في سوريا، كانت سوريا من اعظم دول العالم. يعني لو الفرنسيين ضلوا في سوريا لسه 20 سنه فقط، بعدين طلعوا كان الامور احسن، على قليل كنا تعلمنا اللغه الفرنسيه. بس طلعوا الله يسامحهم، طلعوا وتركوا لنا هالامور هالانظمه اللي اجتنا العسكريه بس بشكل عام يعني نحن ننتقل من الجيد الى الاقل جوده، الى السيء، الى الاسوء، الى الاسوء، ما عم نشوف حركه تقدميه في سوريا نحو الافضل. فهمت علي النقطه؟ نامل الان انه يصير في حركه تقدم الى الافضل، بس ما في مؤشرات، ما في مؤشرات، الامور طيب الحل، للاسوء. الحل قسم اللاذقيه، هذا نركز على موضوع جبلنا قسم اللاذقيه. الحل شو هو الحل؟ راح تضل تخاف الناس هيك تزعل مني، مهجره؟ تخاف تزعل مني اذا قلت لك انا بالنسبه لي اذا بقيت هذه السلطه بنفس تركيبتها بنفس عقليتها، ما راح اقول تقسيمات على اسس طائفيه او عرقيه، بس على اساس جغرافي. فهمت علي؟ لانه هاي السلطه ثقيله عليها تعمر سوريا، ثقيله كثير. عليها تعمر صح سوريا او تحكم سوريا. صح. فتترك كل مساحة جغرافية تجمع بعض الأمور، يعني حدود نهرية غابية جبلية، تترك يعني كل خصائص جغرافية معينة تدير حالها. أنا هيك وجهة نظري، لا فدرالية ولا شيء، كله الحكي فاضي. أنا الفدرالية ماني مؤمن فيها بصراحة، لأنه بدنا نضل نضرب بعضنا. فهمت علي؟ بدنا نضل نضرب بعضنا صح. مؤقتا. خلي الشعب السوري ياخذ نفس، خلي ياخذ نفس الشعب السوري. فهمت علي؟ طيب يعني اذا مو عندكم فدراليه، انتم شو مثل شو يعني؟ أه؟ تقسيم مثلا؟ تقسيم بشكل عقلاني ومتفق عليه، يعني انتم بس بدون عنف، يعني انتم تقعدوا مع اخواننا العشاير العقايلات العقيدات الكذا، تقولوا يا جماعه بدنا نعيش مع بعض، نعمل دوله محترمه كذا كذا، اذا حسنتوا تضبطوا هالوضع شيء كويس. جماعه حلب وحما والشام يضبطوا حالهم مؤقتا، جماعه السويدة والقنيطره ودرعا يضبطوا حالهم يتفاهموا، جماعة شوي من جهات حمص إلى طرطوس إلى اللاذقية إلى جسر الشغور يعملوا تفاهمات بين بعضهم. والله إذا قعدنا مع بعضنا صدقا رح ننجز أكثر من هذا الشيء اللي عم ينطرح. يعني الآن نحن ما عندنا دولة هزيلة صارت، بعدين ما عندنا سيادة نحن. يعني ضربة الأركان هي مهمة جدا، إنه ذليلة، نحن دولة ذليلة الآن. فهمت علي؟ دولة ما فيها جيش مهني، دولة ما فيها جهاز شرطة مهني. هذه الحقيقة، ما بدنا نضحك على بعضنا. وبعدين إذا بدك تقول لي على مبدأ أعطيهم فرصة ونعطيهم فرصة، لك أنت طب الشعب السوري صار له 60 سنة تحت حكم البعث، كان في دولة ديكتاتورية، بس هسه بدك تعطيه هسه 60، ما بجبر الشعب السوري يا أخي. في أجيال حب تعيش بكرامة بحرية، تعيش مثل العالم، تتعلم مثل العالم. بعدين هدول كل واحد بيقول لك انتم بالخارج صفر، لك يا بالعكس، لانه نحن بالخارج عم نحكي، لانه نحن شفنا العالم كيف مشيانه، بدنا اياكم تصيروا مثلنا، بدنا نرجع لعالمكم، لانه هذا بالاخير وطننا. يعني نحن عم نحكي مو لانه حاسدينكم او عم نشمت فيكم، لانه نحن شفنا هون كيف الانسان محترم، كيف الشرطي مستحيل يناديك الا يا سيد منصور، ولك حتى لو كنت جحش ومجرم مستحيل يضربك او يعفسك او يحلق لك شواربك. فهمت علي؟ حتى لو كنت جحش، اجلك بالله يعني.
يتعامل معك الشرطي بمهنية عالية. هذه الحالة ليش مو شعوبنا توصل لها؟ ليش مو شعوبنا يعني تستاهل توصل لها لهيك مرحلة؟ إلا عوي وبدي أعفسك وبدي حتصر مايتي، لك والله عيب، والله صرنا بالقرن ال21. يعني حلنا نتجاوز هذه اللغة البهائمية طيب الحيوانية. هاي هي ثقافتهم يا هاد هو مستواهم. يعني من وين بدك تجيب مثلا بشر يا أخي علي، ما موضوع ثقافة، موضوع فيه 60 سنة من التجهيل، ما في تعليم جيد، وفي موضوع مناهج تعليم كلها غلط. ليش نحن عندنا مناهج تعليم؟ يعني مناهج تعليم أيضا تؤسس للديكتاتورية. فهمت علي؟ طيب مع ليكو انت الأستاذ والاف مثلك وانا وغيري، ليش نحن ما بنفكر؟ التعليم كان نفس التعليم، نفس الجامعات، نفس الأستاذ المدارس. لا، في ناس، شوف نحن نتيجة هلا أنا لو بيجوز ما تعلمت وتثقفت وقريت وانفتحت وابوي وكذا، عارف شلون، بجوز كنت كمان يعني وضعي سيء. فما في انسان يعني نحن بدنا نعالج المشكله من جذورها اخي. نحن اذا بدنا نضل نسب هذا البهيم ما بيمشي حال. بالاخير هو من شعبنا، بدنا نصلحه، بدنا نهيئه، بدنا نقول له الشيء اللي عم تعمله غلط انت. يعني هذا الانسان اللي ضرب حاله بالجامع الاموي، تحليلي انا النفسي هو صار عنده خيبه امل، صدمه. يعني واحد اما سبه او شتمه، هو صار له 10 سنين بالمانيا يا حرام، متعود وعايش على حلم يرجع على الشام. الصدمه اللي صارت معه صدمه كبيره كثير كثير. فهمت علي؟ ما تحمل مخه، فهو معلم ممكن يكون ضرب راسه او كذا. ليش؟ لانه صار معه خيبه امل. يعني بجوز اما قال له تعال هون يا حيوان، بدي اقل عن ابوك على كذا. عرف شلون؟ صار معه صدمه ب10 سنين بالمانيا كل العالم عم تعامله باحترام. فهمت شفنا علي؟ الفيديو كيف عم يسحبوه يا استاذ، شفنا الفيديو طبعا كيف عم هذا يسحبوه. الكلام. يعني قلت لك نحن الان بصراحه اكبر غلط عمله احمد الشرع. يعني المفروض يقول يا جماعة، خليني أحكي بالمشرمح، خيو جماعة ما بدهم العلويين، كان المفروض يقول مرد مقدم إلى لواء ما بدنا إياه هون، بس في علويين دراويش ملازم أو ملازم أول أو نقيب، خلونا هدول نحن بحاجة لألون. في شرطة، عدد كبير من الشرطة سنة، سرحهم لعن سلافهم. يعني الدولة المفروض كانت تعمل، يعني النازية هون بألمانيا لما سقطت، الشيء البيروقراطي الجيد اللي ما له علاقه بالنازيه ضلوا مستمرين في عليه الالمان. هذا الذكاء منهم. فهمت علي؟ مع انه المانيا حجر على حجر ومهدمه بس السيستم الذي يتعلق في الاداره ما سقط. ليش؟ لانه ما له علاقه هذا بالنازيه. كيف عمل الروضه، الكندر جارتن والمدرسه وهالامر هذا، في صار تعديل على المناهج، بس الروح يعني الميكانيكيه تبع الدوله ضلت موجوده، وهذا ساعد الالمان على انه ينطلقوا من جديد. فنحن الان هدول الشباب القطيعه اللي عملوها، خصوصا بما يتعلق بمؤسسه الجيش والشرطه، هاي كان كارثه. عم نتحمل نحن المسؤوليه. وفي ناس مهنيين كثير، انا برايي في كفاءات كثير بسوريا هاي كلها مغيبه. هدول اللي حطهم ما عندهم كفاءات. شو اذا واحد هذا الوزير عم يعمل لها تطبيقات على الموبايل؟ المساله بسوريا ما تطبيقات ولا بناء ابراج. هلا المساله اعظم من ذلك بكثير. مأساة سوريا اكبر من هالخزعبلات. يعني من شوي شفت فيديو شاب نعم، بيصور من الشام تحت جسر الثورة. نعم شفتها. يعني ايه، إيه شفته. نعم، ما يعني يصير. بشكل عجيب. طب انت قلت انه موضوع الفيدراليه يمكن تقسيم. طبعا نحن بالنسبه لنا الكرد الناطقين بالكرديه، يعني في معظمنا حتى الطفل الصغير اذا سالته ما في عنا هاي مفهوم التقسيم، ما في عنا، في عنا مفهوم الاستقلال. عنا استاذ منصور في الدوله نعم، السوريه المصطنعه يلي نعم، صار لها حوالي فقط 100 سنه لا غير. سوريا اللي تاريخيا هي جنوب دير الزور. نحن الكرد اذا فكرنا بنفكر بالاستقلال، عم نقول سرخبون. سرخبون تعني الاستقلال. طب اذا نعم، نحن استقلينا، نفترض طبعا، نعم، احزابنا الكرديه ما بتطلب هالشيء، انا كشخص من الشعب الكردي عم احكي هيك، نعم. من ديريك عين ديوار الى عفرين. طب وين نترككم انتم؟ كردنا بالجبل، حما، ادلب، حمص، اللاذقيه. هلا انا قلت لك في شغله، شوف في شغله، في شيء في عندنا شيء قابل للتحقق، وفي شيء غير قابل للتحقق. هيك تعلمنا نحن في دراساتنا. وفي شيء ممكن نتفاوض عليه. اللي بدي اقول لك عليه، ال ال آه، اذا السلطه هذه تغيرت بشكل جذري، بضل في امل انه تصير سوريا جمهوريه سوريه.
فهمت علي؟ صح. يعني انا ماني ضد يعني سوريا تضل بالشكل العظيم الشاعري الرومانسي اللي حتى العلوي عم يطالب فيه. يعني حتى في علويين مستحيل يتخيلوا انه ما بدنا نعيش بدون الحسكه، بدون دير الزور فهمت علي؟ في هيك في نفس وطني وفي دروز حتى هذه اللحظه مع هذا النفس. لكن اللي بدي اقول لك عليه هذا النفس الشاعري الرومانسي يصطدم في حقيقة سلطة بنيت هذه السلطة لا تساعد على بقاء هذه الهوية السورية. فهمت علي؟ يعني أنت الحضور الديني الطاغي الآن على المشهد وهو ديني ليس بالمعنى الدين الأمريكي. الدين الأمريكي دين مدني. فهمت علي؟ الدين الحالي هو دين غير مدني، ممكن يتدخل بتفاصيل الحياة. يعني انت شفت كيف عدموا واحد علوي وهو عم يعمل عرق مثلا، عم يعمل عرق، عم يعمل عدموا لك. هذا وينها؟ يعني هذه كارثة. فهدول اذا استقروا، انا وجهة نظري الان لولا هذا الموبايل، شايف هذا الموبايل، ولولا انه شوية اخبار عم تتسرب لبرا او كذا، هاي السلطة ممكن تعمل ابادات. يعني نحن نحمد الله عز وجل على انه في موبايلات وفي تصويرات وفي مجتمع دولي عم يراقب شو عم بيصير بسوريا. والله العظيم لو سوريا عبارة عن سور مغلق وما حدا عم يعرف شو بيصير فيه، لا يصير الدم للركب. فنحمد الله انه في اوراق ضاغطة على هذه السلطة انه ما عم بيصير ابادات. ليش؟ لانه قلت لك، لانه انت عم تتخيل شاب موجود كان في دير الزور تحت حاضنة النصرة أو داعش، أو شاب أو طفل تحت حاضنة إدلب كان عمره 15 سنة. الآن شو عمره يا سيد علي؟ الآن عمره 30 سنة. الوزراء هدول الوزراء اللي الأعضاء الهيئة الأمن الموجودين الآن حول أحمد الشرع سواء خطاب أو غيره، هدول بالأساس كانوا بالمفهوم الاوروبي اولاد. هون انت بتعرف قيمه الاب هون بضل له سيطره على ابنه لعمر 25، صح ولا لا؟ ل 25 بضل انت يعني اسمه ابني تحت جناحي. فهمت؟ انت عم تحكي عن اولاد عاشوا تحت ثقافه عم تغذيهم بالتطرف بالقاعده، انه هيك كان مشروع عن الجماعه. هذا شيء ما مخفي. يعني تنظيم القاعده شو هو؟ هذا مشروعه. تنظيم النصره شو مشروعه؟ الدولة الإسلامية في العراق والشام شو مشروعها؟ فأنت ضمن واحة جغرافية بائسة كانت عم تغذي الناس اللي عمرها 20 سنة بهذه الثقافة. الآن هدول عمرهم 40 سنة، هدول صاروا فاعلين في الدولة الجديدة. هدول من الصعب أنه يتغيروا. يعني أنا ماني ضد، أنا ماني مع محاربتهم، بس المفروض يتحيدوا، المفروض ما يكونوا مساهمين في صناعة الدولة الجديدة السورية، لأنه مشبعين بثقافة أحادية لا يمكن يشوفوا غيرها، ودماغهم ما عاد يتحمل غيرها، ولا يمكن يشككوا بمبادئهم الحقيقية اللي تربوا عليها. ولهيك أنا قلت أنه لربما يكون ما هو قابل للتحقق الآن بدون اصطدام، بدون دمار، بدون عنف، بدون حروب أهلية، أنه كل إقليم جغرافي حسب ما تحدده التضاريس، يعني الجبال والأنهار، وليس الهويات والطوائف، حتى ما يصير عنا يعني شوي يعني نأسس لخراب للمستقبل. هذا الشيء إذا صار بالتفاهم عليه، للأسف لا المجتمع الدولي عم يساعد على هذا الأمر. ليش؟ لأنه بيعرفنا رح ننجح. أنا أتذكر حكيت معك، اتصلت معك، قلت لك ليش هذه الفكرة مرفوضة الآن دوليا؟ لأنهم يدركون تمام الإدراك انه هذه الفكره اذا طبقت الكل راح يطلع رابح والكل راح ينجح، وما راح تصير سوريا دوله تصدير الازمات سواء لدول الجوار، او راح تصير عنا كانتونات ناجحه 100%. يعني اهل الساحل راح يكونوا قادرين على بناء دولتهم الجديده وينجحوا فيها، وتصير التدافع الموجود، يعني العقليه السنيه الموجوده في الساحل مع العقلية العلوية التحررية مع العقلية المسيحية التحررية، هذه بتعطي خلطة كتير متوازنة لصناعة نموذج دولي ناجح. وكذلك عندكم في الشرق، عندما
تختلط يعني العقلية الكردية مع العقلية العربية، إذا اتفقتوا على صيغة جيدة صدقني رح تنجحوا. أنا هيك وجهة نظري، أفضل ما نضل نخبط بعضنا 20 30 سنة، حاج نضحك على بعضنا. أهلنا بحوران نفس الشيء، يعني الدروز وأهل درعا يتفقوا مع بعضهم يحلوها. لأنه أنا برأيي بوجهة نظري إنه حكومة الشرع هي حكومة أزمة، ما حكومة حل أزمة. أنا هذا اللي شايفه، لأنه هو إجا بتفاهمات وما عاد عنده قدرة يطلع منها، ما عنده قدرة، ما في يعني ما عنده قدرة يقول لا، راح يوقع على كل شيء وراح ينفذ كل شيء، وهذا الأمر راح يدخلنا متاهات أبدية في سوريا. أنا ماني مطلع له بصراحة. بعدين بدي أسألك سؤال، شو بدي أنا بهي الهويات الشاعرية؟ المهم كل إنسان مبسوط ومحترم، حق تقرير المصير حق مصون في كل الشرائع الدولية. يعني شو المشكلة يعيش الإنسان في أي إقليم بحياة كريمة ومواطنة يعني بدي أسألك، يعني شو معناتها إذا أنا صرت في دولة مستقلة معناتها والله بدي أعمل جيش بدي حارب الشام يعني، ولا بدي حارب حما؟ خلاص أنت هيك بدك عيش وأنا هيك بدي أعيش. فهمت علي؟ من اول ما جي هالتنظيم هذا اللي هو تنظيم القاعده، يعني تصور يعني عقليه الاسلام الراديكالي المتطرف مع عقليه البعث، مزيج منها. يعني كمان ركزوا على موضوع الجمهوريه العربيه السوريه بدون الالتفاف انه سوريا بتضم عده قوميات. هلا المشكله هو كان اسمه، انا عندي طوابع، انا بسوريا عندي جرائد قديمه وطوابع وكذا، عندي ايام الدوله العلويه وعندي شيء اسمه الجمهوريه السوريه. الجمهوريه السوريه معروفه اسمها الجمهوريه السوريه. اللي طبعا بدي اقول لك عليه هذا دليل انه نحن نعيش اوهام، يعني اوهام. بدي اسالك سؤال، يعني العربي اذا صار اسمه الجمهوريه السوريه تهدد العروبه؟ راحت العروبه انتهت؟ يعني انت خايف على عروبتك من وراء الاسم؟ يعني يعني مشكله. انت عم تعمل، يعني بنعمل صراعات على شغلات تافهه ما لها طعمه. يعني ما تسمي لي ما خلص، ما هو الجمهورية السورية يعني قواعد جمهورية، ونحن الهوية السورية جامعة. بالعكس أنا برأيي اسم بيجمع السوريين كلهم بدون الإشكاليات. يعني أنت تتذكر محمد بن عبد الله لما عمل صلح مع أهل مكة كتب من محمد ابن عبد الله رسول الله إلى أهل مكة، قال له سهل، اسمه سهل هذا المبعوث، قالوا لو نحن آمنا فيك رسول يعني ما كنا عملنا كل هالخبط وهالقتال، بدي تمحية رجاء. قام عمر بن الخطاب رفضوا عليه، فالرسول قال له محية من محمد بن عبد الله إلى أهل مكة. يعني الرسول كان براغماتي، يعني أنت اللي بكون عينك على الهدف، ما توقف على الشغلات التافهة. يعني الشغلة مو مجاكرة. أهل السنة الآن أو العرب بشكل عام يعني صار في شيء من ما بدي أقوله، يعني كلمة محلوة، شيء من سكرة الانتصار أو عدم يعني فقد الرشاد أو التوازن، وهذا شيء كمان ما كويس. الشغلة مو مجاكرة. يعني اليوم كنت عم بحكي مع واحد إنه والله بيت الأسد حكمونا 50 سنة. شو هذا؟ يعني إذا 50 سنة لازم كمان 50 سنة؟ إذا دعسني المساعد أبو حيدر، يعني المساعد أبو عائشة لازم يدعسني كمان؟ عيب، ما بيصير هيك. هذه اسمها كرة الشر، بدها تضل معناتها متكررة. فهمت علي؟ وبده يضل الكل مبيت نوايا سيئة على الآخر. المفروض نقول يا جماعة ندخل بمصالحة صادقة، سواء كان مكونات دينية أو عرقية. يا جماعة العالم تطور، العالم تحضر، حاجة نتصارع على شغلات تافهة وما لها طعمة. أنا من حقي أعيش حياة كريمة وأنت من حقك، وأنا ظل لك وأنت ظل لي، وبتمشي الأمور تمام. اخي منصور، يعني هن بيسلكوا طريق العرب السنه، مو الكل طبعا، لانه في مناطقنا هن متحالفين مع الكرد والمسيحيين وغيرهم من المكونات وما في مشاكل، ولكن الغالبيه منهم العرب السنه بيسلكوا نفس طريق العرب السنه في العراق، والعرب السنه في العراق بيعيشوا كارثه. ووضع السوريين كمان نفسه، هن بيتجهوا بهالاتجاه. اذا انت في المرحله المقبله مو متامل يعني؟ ما متأمل أنا والله. أراهن الآن بصراحة، أتمنى يعني أراهن على لحظة وعي سني
انه يقولوا يا جماعه يعني هيك يعملوا السنه، يضربوا راسهم شوي ويقولوا اوه راح بشار، بس والله ما كان هذا هو املنا المرجو بصراحه. يعني ما هذا الشيء اللي كنا نتمناه. دولة رجعية الآن الموجود عبارة عن دولة رجعية، وأنا أظن مستحيل يعني بأي لحظة الأمريكان والأوروبيين يعني بدهم يضلوا، يعني أنت الخلفية تبعيتك رح تضل تعمل ضغط عليك. يعني هي سابقة في التاريخ إنه من تنظيم مطلوب دوليا يشيلوك يحطوك على كرسي الرئاسي. هي ورطة كبيرة بصراحة، وإهانة أيضا للشعب السوري. الشعب السوري بيستاهل أحسن من هدول، حرام. صح. يعني للأسف. في معارضين صادقين، في أصحاب كفاءات، في طبقة سورية رمادية لا محسوبة على الثورة ولا محسوبة على النظام، ومن حملة الشهادات والله فينا ندير سوريا. فهمت علي؟ والأتراك لعبوا دور قذر بصراحة. ولسه. الأتراك لعبوا دور قذر من أول ما همشوا الضباط ب 2012، معناتها في موال براسهم بالتعاون مع قوة أخرى. لأنه أنت بتعرف لما أنت بتنزع سوريا من السلاح، إذا بتنزع سوريا من السلاح، شو مفكر أنت مين إيش قد بتحتاج سوريا لناس تدير أمنيا؟ هدول 10,000 ضابط منشق وصف ضابط ها أو ضباط الشرطة الذين لم تتلوث أيديهم بالدماء في سوريا كانوا قادرين يدوروا سوريا بمرحلة ما بعد الأسد. فهمت علي؟ معناتها أنت ليش همشتون؟ معناتها أنت بالأساس عندك مخطط تجيب لي أبو عمشة وأبو كمشة أبو كلبشة أنت. وبعدين ليش أنت يعني يا تركيا هي لما المفروض يصير عندها مساءلة أخلاقية؟ هالمال اللي انفت بالملايين ملايين الدولارات على جنيف وأستانا برعاية تركيا والإتلاف الوطني السوري ليش كنتوا عم تضحكوا على الشعب السوري؟ ليش كنتوا عم تضحكوا علينا؟ طالما الأمور بدها تنتهي بهذه الصورة البشعة، ليش دوختوا العالم والشعب السوري بالائتلاف وعشمتوه بكذا وهيك وهيك؟ فهمت علي؟ فبالأساس في نوايا ما كويسة. أنا هاي وجهة نظري. مظبوط. للأسف للأسف. باش ما مستاهل. باش ما مستاهل، تعرف شو معناتها ولا لا؟ بما يعني انك تتعلم كردي ما بيصير هيك. تعرف على يعني حالك شوي. باش. باش باش. جيد. جيد. باش جيد. ما مستاهل. استاذ. برافو. الكلمتين طبعا ما مستاء واستاذ الكلمتين كرديات، ما لكم نعم. دخل. استاذ كمان كرديات. في شمال كردستان في مدينه صغيره اسمها هيزان. صغيره هيزان. هي مدينه او منطقه محمد سعيد نورسي. محمد سعيد نورسي ايه مفكر طبعا كردي معروف. معروف. مو هن طبعا. لما بيحكوا استاذ، لما بيحكوا ما بيقولوا الاستاذ محمد سعيد نورسي، لا ابدا، بيلفظوها مثل ما كان البهلويين الكرد الساسانيين بيلفظوها استاذ. مجرد ما قالوا استاذ معناتها محمد سعيد نورسي. طبعا المصريين كمان اخذوها من الايوبيه اوستا، ما شاء الله. ونحن بنسمي المعلم اللي بيعمر البيوت هوستا. باش ما موستا او استاذ او خيي منصور. على فكره كنيتك انتم بتقولوا حسنوا بالتشديد، نحن عندنا بنقول حسنوا، من جاي من حسن، اسم حسن. فهمت عليك. كلمه اخيره بنهايه الحلقه. والله يا اخي علي في معبر مظلم يعني سوف تمر به سوريا. انا وجهة نظري، ومعبر يعني رغم عن إرادة الشعب السوري، لكن في لحظة وعي سني تحديدا، إذا السنة بيوعوا للوضع وبيقولوا لا حاجة. فهمت علي؟ حاجة تشيطنوا العالم وتفكروا الدروز انفصاليين وما بدهم إياكم وما بعرف إيش، وتشيطوا الكرد وتشيطوا. أنتم ما خليتوا أصدقاء. بدي أقول لك فكرة مهمة، بتعرف شو هي؟ لا تعرف إنه هدول أخطر نسخة وجدت في الأرض. في عنا دينين تبشيريين هن المسيحية والإسلام، صح ولا لا؟ صح. الشيء اللي عملوه هدول كرهوا العالم بالإسلام. يعني هن عم بيخالفوا الروح تبع التبشير. يعني أنت لا الأقليات خليتها تحبك، ولا العلمانيين، ولا كرهتوا العالم فيكم. فهمت علي؟ يعني أنت عم تخالف الجوهر اللي على أساس عم تدعي إنه أنت إسلامي وما بعرف إيش.
فهذا بيخليك تحط اشارات استفهام يعني كرهوا العالم فيهم، كرهوا العالم بالاسلام حتى اذا بدك صراحه يعني بدي اسالك حتى اذا بتتذكر الامور تبع اللي صارت مع الموحدين الدروز ما جديده، ما هي بدات مع جرمانه شيخ لنفترض سب النبي محمد. اوه طيب شيخ سب النبي محمد، بدي اسالك سؤال، ما حدا عم يسب النبي محمد بسوريا؟ بالشوارع ما كنا نسمع نحن؟ يا ساتر، كيف ما بتروح كانوا يسبوا، كانوا يكفروا كمان. ايه عم اقول لك، بتروح على حي كامل بتقول بدي ربيهم، شو انت وين انت عايش؟ هذه مو دولة معناتها، لساتكم العقلية تبعتكم عقلية عليهم يا عرب. ما بيصير، ما بيمشي حال. بال 2014 انا سالت زميل محامي من ادلب على ما اعتقد، انا سالته قلت له استاذ من وين اجى هالتطرف وهالتشدد؟ انا كنت ادرس بالشام جامعه دمشق كليه الحقوق. الشباب ناطقين بالعربيه كثير منهم، انا هيك حكيت له، كانوا بيكفروا عن نكته من وين اجى التشدد هذا؟ وين عندنا بالصليبي كل واحد بيسب الذات الالهي بطريقه تخشع لها الابدان. طبعا هلا ما بيسترجوا، بجوز يحلقوا له شعره كمان يعني. شوف الصواب اللي بدي اقول لك عليه، انه ما هكذا تورد الابل يا سعد. فهمت علي؟ للاسف الشديد انا ليس لدي امل بهذه السلطه ابدا ابدا. الامل الكبير يا اما كل اقليم يظبط حاله لبين ما الله فرجها، وبعدين نتركها للتاريخ للزمن، ما بعرف الله اعلم تجي لحالها. طالما هذه السلطه موجوده فهي سلطه ازمه، لن تحل ازمه. شو ما بدهم يحكوا العالم يتهموني، ما انا هيك وجهه نظري التي اراهن عليها، لانه في عنا تعلمنا شيء، انه لا يمكن ان يكسر المنطق. بدك تكسر المنطق بعدها في فاتوره بدك تدفع ابدا. فهمت علي؟ يعني بدك تكسر المنطق سواء في السياسي او في علم الاجتماع، معناتها في فاتوره راح تدفعها، وهي الفاتوره مدمره. هدول لا يليق بهم ان يكونوا رجال دولة، وما شغلتهم هالشغله. كل واحد حط لي مسدس على جنبه خايف بالثاني، شغل عصابات، حاجنا نضحك بعضنا، عم يلموا بهالمصاري. هلا بيعرفوا حالهم الرايحين، ما مطولين. كثير عليهم يديروا كم جامع، كثير عليهم هاي يديروا كم لا جامع. ما بيصير، حتى جواب ما بيصير، ما عندهم اهليه حتى للشرع. حتى الشرع مو فاهمينه. اللي بيضحش على الطهشي على السويدة هذا ما فهمان الشرع. صح. لا بالمختصر ابن العم، نعم. صبيان القاعده حينما يكبرون تكبر معهم جرائمهم، لذلك لا حل مع هؤلاء الا باعتقالهم ومحاكمتهم محاكمات عادله من قبل سلطه شرعيه منتخبه من الشعب، وهذا املنا. سيدي او يعني يعتذروا ويقعدوا ببيوتهم، بيكونوا كمان كفوا شرهم عننا. معلش اذا اعتذروا وقعدوا ببيوتهم وجابوا ناس فهمانين اللي بنعرفهم نحن، اللي كل السوريين بيعرفون، للناس المحترمين اللي هن بيستاهلوا يقعدوا محلهم، يعني بيكونوا عملوا شيء جيد بصراحه. بس انا اللي شايفه راح هن يعني استكمال للاسديه، نفس الاسديه بس استكمال بلون ثاني وطعم ورائحه مختلفه. طبعا. للاسف. لقاء جيد معك، وأتمنى لك التوفيق في مهامك وأعمالك وكل ما تقوم به. زور سباس. والشكر للكل بالكردية وبالعربية، كل المشاهدين والمستمعين. ما منصور حسنو يا منصور حسنو جورد بي سباس شور قالي تماشا. طبعا الأستاذ منصور حسنو أو منصور حسنو من قرية مزين، يلي جاي من اسم مزين، وفي نفس الاسم قرية بعفرين. بتشكركم. نعم. اللي بيفهم عربي بيكون أصلا سمعوا. أنا كمان بتشكرك خيي منصور حسنو، لبيت الدعوة. هاي هي المرة الثانية، وإن شاء الله كمان إلنا لقاءات مستقبلية. سلامي إلك، للعائلة، لكل كردنا بالجبل، ولكل الوطنيين والطيبين والغيورين على مصلحة سوريا عموما، أن تكون سوريا للجميع، لا للون الواحد، لا للطائفة الوحدة، لا للمذهب الواحد، لا للقومية الواحدة. الحدائق تزدهر بالورود وليس بلون واحد من الورود. التنوع يعطي قوة لمن يفهم هذا الكلمة، بس للأسف يعني. بالضبط. بتشكرك كل الشكر. خلي لي حبيبي، يعني ضل بخير. شكرا لك، بأمان الله.